السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم جيتكم بوصفة جديدة اللي هي وصفة الدرعية الصفاقسية. إذا شوفوا معايا الفيديو وتابعوا معايا المقادير. إذا هونيك أول مرحلة كما تشوفوا فيها خذيت هيك الغربال متاعي. كما تعرفوا النواشف الكلها لازمها تجي مغربلة. هونيك عملنا 300 جرام ذرة، حطيت لك عليه 200 جرام فرينة، و150 جرام سكر محور، وزدت لك عملت عليهم مغرفة صغيرة معبية كربوناتو، وبنفس المغرفة عبيت لك مغرفة قشور الليم، وزدت عملت لك البسباس المرحي كما نقولوا فيها. عملت لك بريسك هو كيس يعني كيس تي صغير معبي، كيس تي صغير معبي بريسك يوزن 90 مليلتر هكاكا. المهم كما تعرفوا البسباس هذيك الروح متاع كعيبة الدرعية، يعطيها ريحة، يعطيها بنة، ويعطيها فواحة ما نحكي لكمش. المهم وكما تشوفوا هيك النواشف الكلها خلطها بالباهي في بعضها حتى لين تتجانس. وصبيت لك عليهم 200 مليلتر زيت نباتي، وبطبيعة إذا كان متوفر عندك الزيت زيتونة تنجم تستعمله. وخلطتهم شوية بالباهي في بعضهم. ولميتها بالماء. الماء انا بالنسبه لي الكيس هذا صبيت لك فيه 200 مليلتر، لكن في الاخر راني ما استعملتوش الكل. المهم تلمها بالباهي وتلقاها طريه بالكدا بين يدياتك، ما لازماش تجي ناشفه، ما لازماش تجي شيحه، وما لازماش تجي طريه لدرجه انها ما تتشكلكش. المهم كما قاعدين تشوفوا في الفيديو لازم العجينه تجيك القوام نتاعها كما باش تشوفوها في الاخر. اذا كيما قاعدين تشوفوا هذيك القوام نتاع العجينه طريه بالباهي. توا باش نجم نشكلها على ريحتي. دونك كيما قاعدين تشوفوا ناخذ بالكعيبيره. وهوني كايه بالنسبه لي عندي ميزان، انا عملت الكعبه فيها 20 جرام. انت تنجم تعمل اكبر، تنجم تعمل اقل، لك حره الاختيار. فما حتى شكون يعملها 50 جرام، فما اللي يعملها 40 جرام، فما اللي يعملها 30، وفما اللي يعملها حتى 12 جرام. كل واحد حر في الكبر نتاع كعيبه الدرعيه اللي يحب عليها. من هونيك كيما تشوفوا فيها نوزن بالكعيبيره ومن بعد ندورها بين يديا ونحط فيها كعيبه زبيب ونغطسها في ابيض بيضه مش اصفر، ابيض بيضه. حطيت لك في هذيك الصحن شويه جلجان وشويه لوز، خلطتهم في بعضهم بعد ما نغطس كعيبه الدرعيه في اصفر البيضه، وانا نغطسه في هذيك الفاكهه كيما تشوفوا فيا. تابعوا معايا الفيديو، راهي حاجه سهله على الاخر وبنينه وبسيطه ما نحكي لكمش. بنتها رائعه وخاصه بهيك كعيبه الزبيب اللي في الوسط وبهذيك البسباس المرحي. خاصه هذيك البسباس وكعيبه الزبيب هما اكثر حاجتين يعطيو بنا لهذيك الدرعيه. وكما تشوفوا فيها هذيك الكعيبه الثانيه وزنتها بين 20 21 جرام، وحطيت فيها كعيبه الزبيب، ومن بعد باش نغطسها في اصفر سامحوني في ابيض البيض، ونحطها في الجلجلين واللوز.
وكيما تشوفوا هيك الطبق نتاعي ادهنته بالزيت ورشيت عليه فرينه بالباهي بالباهي، على خاطر الدرعيه راهي تلصق. رد بالكم الدرعيه راهي تلصق، لازمكم ترشوا الفرينه والزيت بالباهي بالباهي. هونيك كيما تشوفوا حطيت لك هيكما كعيبه الدرعيه في الفور، طابوا من فوقهم اللوطه. وهونيك بعد ما خرجتهم كيما تشوفوا فيهم لا الريحه لا البنه تفحفح عالميه، ما نحكي لكمش نودكم ولا نشهيكم. بالحق بالحق وصفه تستحق التجربه، راهي سهله مهله، مكوناتها جد جد بسيطة. المهم وما تنساوش أهم حاجة أنكم تعملوا لي هيك التعليق المزيان تحفون اللي كيفكم، وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. بطبيعة كان عجبكم الفيديو وكيما قاعدين تشوفوا هيك القوام نتاع كعيبة الدرعية ما شاء الله زين وعين وقد وطول، والبنة ما نحكي لكمش. وهذه كعيبة الدرعية كما تشوفوا فيها من داخل طيبة الهشاشة والبشاشة، وهيك كعيبة الزبيب ايش باش نحكي لكم وايش باش نقول لكم، بنة على بنة. وهوني وفى الفيديو متاعنا متاع اليوم، وتوا متبقى كما نقولكم باي يا حلوين.